في رؤية للقيادة السعودية من أكثر من 60 سنة كانت متمثلة في المغفور له جلالة الملك عبد العزيز، لما قال إن مصر والسعودية علاقة استراتيجية مستقرة وأمن المنطقة مرتبط بيهم هما الاثنين. ده اللي أنا قلته ساعتها وبكرره تاني دلوقتي، لأن أنا مش هقول القيادة السعودية مدركة لده وعارفاه كويس وشغالة عليه وأنا عايز أقول لك بالمناسبة، ساعة أنا جيت كل الكلام اللي سمعته من جلالة الملك سلمان كان بيصب في اللي أنا بقول عليه ده، وهو اللي بيأكد بيقول لي إن جلالة الملك عبد العزيز كان بيأكد عليهم، وبكل لقاءاته وكل تدريبه ليهم وتأهيله ليهم للحكم كان بيتكلم على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية. أدي رقم واحد. أما يعني مصر لن تنسى لكم يا أستاذ محمد شعب وحكومة وقيادة. كل الدعم المعنوي، الدعم المادي، الدعم السياسي اللي تم تقديمه مش حتى بس من 30/6، لا، على مدى السنين اللي فاتت كلها. ومصر ستنطلق إن شاء الله بسواعد أبنائها وبدعم أشقائها، ومش هيفضل الدعم ده على طول. يعني وقوف، أنا بتكلم هنا على الدعم لا أنا بتكلم الاقتصادي، لا أنا بتكلم على إن احنا لازم هنتحرك في مصر بشكل قوي جدا، وفي الأخير هي مصالح متبادلة طبعا أخوي مشترك طبعا بدون شك. لكن برضو مهم أوي أقول لك إن ده أمر مقدر جدا من الشعب المصري ومن القيادة المصرية. فخامة الرئيس، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا نتقدم لكم بالشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لقناة العربية من أجل إجراء هذا الحوار قبل توجهكم إلى المملكة العربية السعودية لعقد قمة بالغة الأهمية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أنا بشكرك يا أستاذ محمد، ومرة تانية تحياتي وتقديري للمملكة العربية السعودية شعبا وقيادة وحكومة. شكرا جزيلا. إلى هنا ونصل إلى نهاية هذا الحوار الذي جمعنا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث فيه عن العلاقة ما بين مصر والسعودية وأيضا مصر ودول الخليج وملفات أخرى مصرية داخلية وخارجية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.